بسم الله الرحمن الرحيم. أمر الله سبحانه وتعالى بتدبر كتابه فقال تعالى: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وقال تعالى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. وقال تعالى: أفلم يتدبروا القول أم جاءهم ما لم يأت آباءهم الأولين. وقد قال سبحانه وتعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. فالتدبر هو الذي أنزل القرآن من أجله، والتدبر تدبران: تدبر محبة وتدبر تفهم. فتدبر المحبة أن تحب هذا القرآن لأنك تحب الله جل جلاله، والذين آمنوا أشد حبا لله، وإذا أحببت الله أحببت كلامه. فلذلك لن تنظر إليه على أنه رسالة إلى محمد صلى الله عليه وسلم أوصلها إلى الصحابة وانتهت، بل تنظر إليه على أنه رسالة من ربك الذي خلقك وسواك إليك أنت بالخصوص. أرسل بها خير أهل السماء وهو جبريل، وأرسل بها خير أهل الأرض وهو محمد صلى الله عليه وسلم، فوصلت إليك معصومة من التحريف والتبديل والتغيير، فجاءتك من ربك مباشرة، فلا بد أن تقرأها بهذه الروح أنها رسالة خاصة من الله إليك. وهذا هو تدبر المحبة. ثم تدبر المعاني، وهو أن تتفهم ما في هذا القرآن. فهذا القرآن دلالاته لا حصر لها، وهو مائدة الله لا يشبع منه العلماء ولا تنتهي عجائبه أبدا، فلا يمكن أن تتدبر أي آية منه إلا فتح لك فيها فتوحات لم يطلع عليها من قبلك، وإلا أدركت فيها كثيرا من الأمور التي كانت محجوبة عنك. ولذلك هذا التدبر عبادة هي أعظم من عبادات الأبدان، وصاحبه دائما مرتبط بالقرآن وينتفع به أكثر من انتفاع غيره به. أسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم تدبر كتابه وأن ينفعنا وإياكم به.